عربية تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج السيارات بعد الصين والهند، حيث تنتج سيارة كل دقيقة ونصف فقط. إنها المملكة المغربية التي تعتبر اليوم أكبر مصنع للسيارات في قارة أفريقيا، بمعدل إنتاج وصل إلى 700 ألف سيارة سنويا. فكيف أصبح المغرب واحدا من أنجح الدول في إنتاج السيارات حول العالم؟ في العام 1959 تم تأسيس الجمعية المغربية لصناعة السيارات سوماكا، لتكون أول مصنع تجميع بالمنطقة الصناعية في عين السبع بالقرب من مدينة الدار البيضاء. وعلى الرغم من الدعم الحكومي الذي تمثل بفرض رسوم على السيارات المستوردة، عانت سوماكا من عثرات عديدة ولم تستطع أن تقدم إلا منتجات بدائية، واستمرت على هذا الحال حتى منتصف التسعينيات، حيث شهد عام 1995 توقيع الحكومة المغربية لاتفاقية مع شركة فيات الإيطالية تقتضي تجميع سيارات منخفضة التكلفة على الأراضي المغربية. وقد نتج عن هذه الاتفاقية تقديم منتجات أعلى من ناحية الجودة والعدد للسوق المغربي. ومع مرور الوقت وتوسع الإنتاج، بدأت عملية تصدير متواضعة إلى الأسواق الأوروبية كفرنسا وإسبانيا، وإلى بعض دول شمال أفريقيا كمصر وتونس. استراتيجيات حكومية مختلفة. سعى المغرب بعد ذلك إلى تشجيع أشهر مصنع السيارات للقدوم إلى أراضيه. لأجل ذلك قام بجذب موردي قطع غيار السيارات في منتصف العقد الأول من القرن الحالي من أجل تعزيز القدرة التصنيعية ورفع قيمتها، كما أنه اتجه نحو الخصخصة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية. فخصخص شركة سوماكا في عام 2003 وباع 26% منها لشركة رونو الفرنسية، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 54% عام 2005. ثم بالوصول إلى عام 2007 اتخذت الحكومة المغربية خطوة حاسمة في مسار صناعتها للسيارات، حيث وقعت اتفاقية مع شركة رونو من أجل بناء مصنع ضخم لإنتاج السيارات في مدينة طنجة بتكلفة وصلت إلى 600 مليون يورو، وطاقة إنتاجية ضخمة وصلت إلى 400 ألف سيارة سنويا. وقد نتج عن هذه الاتفاقية بدء إنتاج سيارات محلية الصنع بالكامل عام 2012. واجتذب وصول رينو للمغرب موردي قطع غيار السيارات من مختلف أنحاء العالم، مثل شركة يازاكي اليابانية وشركة ليوني الألمانية، بالإضافة إلى شركة أنتولاين المتخصصة في الأنظمة الميكانيكية والعديد من الشركات الأخرى. ليشهد العام 2019 حدوث طفرة أخرى في مسار صناعة السيارات بالمغرب، عندما افتتحت شركة جروب PSA مصنعا للسيارات في المنطقة الحرة بالقنيطرة شمال مدينة الرباط بتكلفة تجاوزت 600 مليون دولار، وخصص المصنع لإنتاج 200 ألف سيارة من الطراز الشهير بيجو 208 بحلول العام 2023. ساهم ذلك في رفع قدرة المغرب على إنتاج أكثر من 700 ألف سيارة سنويا، وجذب المزيد من موردي قطع غيار السيارات للأراضي المغربية. ليأخذنا هذا إلى سؤال مهم، وهو: ما الذي دفع شركات التصنيع العالمية للجوء إلى المغرب؟ الموقع الجغرافي الحيوي بالقرب من أوروبا، والتكلفة المنخفضة للأيدي العاملة، بالإضافة إلى المزايا الضريبية والاستثمارية، كلها عوامل ساهمت في جذب أشهر شركات تصنيع السيارات لبدء استثماراتها على الأراضي المغربية. كما أن تحسين البنية التحتية في البلاد ساهم في دعم صناعة وتصدير السيارات، ولعل أبرز هذه التحسينات افتتاح ميناء طنجة المتوسط عام 2007 بتكلفة وصلت إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية لتطوير البنية التحتية للنقل بقيمة 7.8 مليار دولار أمريكي عام 2015، في الوقت الذي شكل فيه افتتاح قطار البراق فائق السرعة عام 2018 دفعة قوية للصناعة المغربية، حيث ربط بين مراكز التصنيع الرئيسية بالبلاد في طنجة والقنيطرة والدار البيضاء.
أخبرنا، هل ترى أن السياسات التي يعتمد عليها المغرب ستمكنه من التقدم نحو المرتبة الأولى عالمياً في صناعة السيارات؟